يلا بينا يا بنات نصلي على النبي ونشوف هنخزن ورق الكرنب ده ازاي زي ما انتم شايفين كده، وهنقطعه كله بسوا واحد، وان شاء الله باذن الله الطريقه دي عمرها ما تخيب معاكم. وباذن الله باذن الله لاخر كيس انتم مطلعينه هتلاقوا الكرنب ان شاء الله زي العسل، وفي معلقه جميله قوي هتحطوها على الميه، ماده حافظه من البيت طبيعيه 100%. وزي ما انتم شايفين كده هتبقى كل صباع قد التاني بالطول وبالعرض وبكل حاجه، بسم الله ما شاء الله. اوعدكم ان شاء الله ان شاء الله ان هي طريقه ناجحه. اتمنى من الله سبحانه وتعالى بس لايك للفيديو لو عجبكم، واشتراك في القناه، واللي مشترك يا ريت يفعل زر الجرس علشان يوصلوا كل جديد. هكون سعيده جدا 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 لو كل شاف الفيديو اشترك في القناه. يلا بقى نبدا الفيديو ونصلي على النبي مره كمان. زي ما انتم شايفين كده بصوا الورق عامل ازاي. هتجيبوا حله تحطوها على النار علشان الميه تغلي، وبعد كده هتحطوا فيها معلقه سكر وبس. طب ليه معلقه السكر؟ طبعا انا بوريكم الصباع صغير اهوت وسهل وجميل بسم الله ما شاء الله. طب ليه هنحط فيها معلقه السكر؟ علشان هتعتبر ماده حافظه. بعد كده بقى هنجيب الكرنبايه وهنروح سلقينها، وبعد ما مش هتسلقوها، هتحطوا البتاع يا دوبك 5 دقايق وتخرجوا. 5 دقايق ايه، دقيقتين بجد بجد، دقيقتين يا دوبك تدبل. بصوا انتوا شايفين الورقه عامله ازاي مش مسلوقه، هي يا دوب الهيشان بتاعها ده هيروح، وبعدين هتخرجوها. يعني تحطوا وتخرجوا، هتحطوا في الميه وهي بتغلي كده وبعدين تخرجوا بسرعه. وهتجيبوا الورقه زي ما انتم شايفين اهو، قطعتوا العرق بتاعها، وبعدين تلفوها بالشكل اللي شفتوه ده. السر في اللفه دي بقى، تلفوها بالشكل اللي شفتوه كده اهو، وبعدين هتجيبي طول صباعك اهو وهتروحي قطعه. لو عايز تعملي بالنظر اعملي مفيش اي مشكله، بس كده عشان يبقى قد بعض يعني. بعدين هتجيبي دي قصاد دي وتروحي قطعه تاني، وهكذا هتجيبي التانية اهي، التالتة هتجيبيها قصادهم وهتروحي قطعه، وهكذا بقى في كل ورق الكرنب. هتلاقي بسم الله تبارك الرحمن كلهم زي بعضهم. هتيجي في الاخر كده هتلاقي حته ملهاش لازمه اقطعيها بقى. بصي اهي دي ملهاش لازمه اقطعيها، واقطعيها من هنا يعني سويها خالص خالص. طبعا الورق اللي قطعتيه ده انت مش هترميه، لان في الاخر خالص هتحطيه في قعر الحله علشان الحله ما تشتش. يعني كده كده هتستخدميه. شايفه الورق يا دوبك دبلان مش مسلوق. ليه؟ لان اهو بصي. وبعدين هتعملي كده وتحطي بقى فوق بعض. بعد ما تعملي كده عشان تعرفي ترصي كويس، بصي اهو بالنظر كده قد بعض. طبعا انتي علشان تعمليها هتروحي حاطه على بعضها. هوريكي كمان تقطيعه علشان تخلي الصباع كله قد بعض. جماعه اللي خد المعلومه وعايز يخرج من الفيديو يخرج، واللي عايز يستنى يتعلم كمان ورقه يستنى، بس علشان يتعلمها صح ويعرفها صح. بصوا كده هتروحوا قاطعين ورقه وحاطين عليها التانية. انتوا بقى هتيجي بقى دلوقتي اهو احط ورقه على ورقه علشان بعد كده هقطع عليهم بقيه الكرنباي. طبعا الطريقه دي مش بتهدر ورق خالص خالص. طب لسه لحد دلوقتي ما عملتوش لايك ولا اشتركتوا؟ طب لايك واشتراك كده لما تتفرجوا. بصوا اهو زي ما انتوا شايفين اهو، هتعملي دي هتحطي بقى عليها اهو علشان تبقى الورقه متساويه ويبقى كله زي بعض زي ما انتوا شايفين كده. كملوا بقى بقيه الكرنبايه على كده. تاني يا ولاد بكرر لكم يا ريت ما تسلقوهاش، انتوا يا دوب هتحطوها تدبل بس وبعدين هتخرجوها. وطبعا طريقه التخزين بتاعته بصوا الصباع قد ايه. الكاميرا مكبره على فكره، هو اصغر من كده بكتير. وبعد كده اهو يا ولاد كمان ورقه الاول، وبعدين هقول لكم على طريقه التفريز بقى اللي هو هتعبي ازاي وتكيسي يعني. بصي اهو، وبعدين هتيجي من الاخر وتلف. انتي تانيها 2 اهو، اهو تانيها 2. هتيجي من الاخر خالص اهو، من الاخر خالص وهتروحي لف من الاخر خالص وتلف. اقسم بالله الطريقه دي اللهم بارك في ثانيه في ثانيه بتلاقي نفسك خلصتي الكرنبايه بامانه بامانه يعني. بصوا اهو، وهتروحي حاطه التانية زي ما وريتك في الاول اهو. طبعا انا مش احسن واحده تفرز كرنب ولا اي حاجه، انا اتعلمت طريقته برضو، مش عيب لما نتعلم كلنا من كده يا بنات. زي ما وريتكم اهو هتعملوها حتت صغيره اهي، هتبقى كل الصوابع كلها زي بعضها تمام. وبعد كده بقى طريقه التفريز بتاعتها هتروحوا جايبين اطباق اللي هي الفل دي، وبعدين هتقطعوا الورق زي ما شفتوه بطريقه التقطيع دي، وبعد كده هتروحوا حاطينه رصينه. وبعد ما هترصوه هتحطوه في اكياس بلاستيك، هتلفوه باكياس بلاستيك او استرتش علشان يحافظ عليه تمام. وبعدين بقى هترصصوه فوق بعضه كده في الفريزر، وان شاء الله باذن الله هيطلع جميل وحلو وهيعجبكم جدا وبألف هنا وشفا. ما تنسوش بقى لو انتوا لسه معايا لحد دلوقتي في الفيديو لايك واشتراك في القناه، والمشترك يا ريت يفعل زر الاشعارات علشان يوصلوا كل جديد.
بصوا بقى يا بنات، انا ما تستغربوش خالص لما تلاقوا ليا فيديوهات عن تربية الفراخ. انا ماما، يعني ماما دي ربة الأسرة، فممكن تربي فراخ، ممكن تعمل محشي، ممكن تخزن، ممكن تعمل اي حاجة. بما اني ام، والام دي بتعمل كذا شغلانة، يعني ممكن تعمل 100 شغلانة. فانا اي حاجة بعملها بعرضها على القناة بتاعتي. وعايزة اقول لكم انتظروا بقى ان شاء الله بقية تفريزات رمضان باذن الله. هفرز معاكم الفيديوهات الجاية فراولة وبرتقان، وان شاء الله طماطم باذن الله. انتظروني. ويا ريت بقى ما تنسوش لايك واشتراك في القناة. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا، ما عجبكوش اخرجوا وشرفتوني. وكل اللي شاهد الفيديو شرفني والله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. انا سبتلكوا اخر ورقة دي علشان خاطر اللي مش عارف تاني يعرف، يعني اللي ما يعرفهاش من الاول يعرفها تاني. ودي اخر شكل اهوت، الشكل النهائي للكرنب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.